وبالنسبه لاردوغان هذا القرد هو والتبعيه مالته والجماعه كلهم خاف الى يحكي على السيد العبادي. هسه الرجل فقير هو بيننا وبين الله. خاف عبالك ترى بعلي عندنا زلم تاكل الوجه. خليها في بالك بالحسين اذا نخليك بروسنا ما يبقى جريذي من هذول اللي يشتغلون بالعراق. ماكو مو خطف بالراس طقه وراح مثل الكلب نخليه. لا تظل تمصرن، مو عبالك اذا شفت العبادي فقير عبالك العالم فقره. بالحسين وحوش نصير لكم، بس احنا اصحاب دين ونقدر الناس اللي تقدرنا. خافوا لك ان تطابوا على سياده العراق، تركوا على الناس يمك وجبناء. الموصل بالنسبه للموصل بالعباس ابو فاضل تحشدنا، وان شاء الله هاي الساعات او هاي اليومين ان شاء الله العالم جاي تلتحق شويه من نصير ساعه الصفر. ماكو يا يمه رحميني ترى خليها في بالك. لا تظل تهدد وتقول العبادي لا شيء وما اعرف شنو. عندنا زلم تاكل الوجه والله. بالحسين نصير هنا ببغداد ونروح لك يمه هناك بالحدود، ما نخلي جريذي عندك. ومثل جماعتك ما مغطيني. والحسين ساعه واحده يمرون بالشمس جابك علينا. هاي اجرب هاي ارنب. مع تحياتي لاخواننا يا اخوان خلنا نتكاتف. لا تظلون تحجون على ذول اللي طالعين بالسيده زينب، ذول يقاتلون للتومان. يا تومان رحمه لوالدك هو بايع روحه. مو شفتوهم هالخطيه جثث؟ هذول شهداء وابطال. واذا تقول ماكو يم السيده زينب، لا اقول لك البارحه ضربوها 4 صواريخ. والله العظيم وانا ترى ما طالع للسيده زينب، واتشرف انا اكون اطلع للسيده زينب. وهسه حذرت يا جبهه النصره والله العظيم اذا انضربت قبه السيده زينب ما تلومون الا نفسكم. ترى ماكو حتى العوائل. لان انا لحد الان اقول ما يخالف ما يصير ضرب العوائل وهذول اخوان، بس اذا تمسون شرف ال النبي لا كفيلك الحسن حتى عوائلنا ما نريدها بعد. واضح؟